بسيط. هنعمل ايه مش فاكر. مساء الفل. مساء الفل. الأخبار. الحلقة التانية من ذكر كلام. المرة دي هنعمل حاجة مختلفة. طيب قبل ما نبتدي جالنا من كذا حد إن الصوت مش واضح، فاحنا المفروض كده أحسن. زي ما قلت احنا هنجرب حاجة جديدة من أول الأسبوع ده. هنعمل كل حاجة لوحدها، مش فيديو كبير ساعة وربع. ده هيبقى كل فيديو ليه بلاي ليست لوحده، أو كل جزء ليه بلاي ليست لوحدها، بحيث اللي عايز يخش يتفرج على الحاجة معانا على طول، ما يلفش ويدور كتير. طيب احنا دلوقتي هنبدأ الحلقة بتاعت الفانتزي، ولا لأ دوري إنجليزي الأول؟ دوري إنجليزي، هنبدأ دوري إنجليزي. تشيلسي وويست هام. أول ماتش تشيلسي وويست هام. أنا في رأيي تشيلسي كده ويست هام هجومه ضعيف، يعني ما فيش أي فرقة تتقاس على ويست هام صراحة. يعني بجد يعني أنا لو جمعت لو جمعنا أصحابنا إحنا ويست هام هنكسبهم عندكم سكور برضه عادي. فلا أنا بالنسبة لي تشيلسي مهلهلة جدا، ويست هام مهلهلة جدا يعني. عادي أصلا ممكن تهبط الموسم ده جدا، يعني ما فيش حد عندهم. قدوس اللي كان شايلهم الموسم اللي فات ما بقاش موجود، جراهام بوتر عمال يعوق. فأنا بالنسبة لي ويست هام لا، يعني ويست هام مش مقياس إن أنت تقيس أي حاجة، بس كويس إن تشيلسي عارفة تعمل كده. يعني كان أول جولة تعصب قدام مين؟ كان أول جولة مش فاكر تصدق، بس كان تشيلسي تشيلسي كانت لعبة كريستال بالاس تعادلوا 0-0 صح. فكويس ان هم رجعوا، كويس ان سكور جو بيدرو رجع حلو. فلا تمام، انا تشيلسي ماشي بدأت ترجع، بس مش ده المقياس برضو اللي تبني عليه باقي السيزون هيمشي ازاي. مش عارف. أنا تشيلسي أنا كنت أتوقع إن هي المفروض تخش الماتش ده يبقى تشيلسي المفروض دي كانت أصلا بداية الدوري. استغربت إن هم تعادلوا أصلا 0-0 قدام كريستال بالاس. المفروض كريستال بالاس بالنسبة لي هتقل برضه زي ويست هام زي كل دول بعد غياب إيزي النجم الأكبر فيهم. فلا تشيلسي كانت المفروض تكسب الماتش ده، لان انا لو كسبتش الموضوع كده هيبقى يخش في طريق مش احسن حاجه، لان مش ده الجماهير عايزاه. ويست هام بنسبه كبيره هتهبط الا لو غيروا المدرب، جو صفقات في اخر الدقايق ممكن الموضوع يتصلح، بس مش عارف، مش حاسس ان مش الموضوع حاسس الموسم ده مش هيبقى الموسم بتاعهم. طيب ده بالنسبة لأول ماتش. تاني ماتش كان عندنا مين؟ السيتي الماتش ده بجد انا الحمد لله انا كنت جايب رايندرز بس حاطط دكه، يعني عشان انا كنت عارف ان نوعا ما ده هيحصل. يعني كان معايا مين معايا بورو دكه، بس كنت برضه خايف. بس الفكره ان انا كنت متوقع ان توتنهام هتعمل حاجه في الماتش ده. ترافورد مضحك جدا، يعني الجون التاني ده صعب قوي، يعني لعبه في حته ضيقه، والمدافع مش فاكر مين اللي اتقطعت منه. شفت الجون التاني؟ مش فاكر مين اللي اتقطعت منه الكوره، بس يعني حد غبي جدا يعني. الجون مضحك جدا. السيتي مش عارف، حاسسها مش الموسم بتاعها برضه، مش لسه مش هترجع. يعني ممكن مش عارف السيتي هتصبر عليه اكتر يعني على جوارديولا موسم ولا اتنين كمان، بس لا مش الموسم ده مش عارف. وخصوصا كمان يعني السيتي مش احسن حالاتها، وتوتنهام تعمل كومباك من كام سنة بقالها كتير ما شفناش بتلعب كورة يعني. ريتشارلسون يبقى بني آدم. في كام حد متألق يعني في توتنهام لسه كانوا عايزين يجيبوا ايزي، بس توتنهام مشكلتها ان محدش عايز يروح لها. يعني انت اي حد توتنهام اي صفقة هتخش قدامها فرقة توب 6 تانية، اللعيب ده طبعا هيفضل لعيب توب 6 ايزي. في مدافع بتاع ليفركوزن باين بيتخانقوا عليه برضه. هي وتشيلسي بقيت معاه كده، او الليفر مش فاكر مين، ارسنال اصلا. فتمام يعني، بس في خناقات كده، بس كده محدش بيتاخد توتنهام. ممكن
مش عارف، حاسس ممكن يعملوا حاجة الموسم ده، بس لسه كصفقات ويكسبوا ثقة كده لسه محتاجين سيزون كمان تاني. بس أنا في وجهة نظري إن لا، توتنهام الموسم ده راجع حلو أوي، والسيتي مش هترجع السيتي بتاعت الفترة الذهبية دي. لا، انا شايف ان السيتي كانت بادئه الماتش هي اللي ضاغطه اكتر كالمعتاد، بس واضح ان توتنهام كانت قارية الموضوع ان هم يضغطوا، هم يحاولوا يضغطوا على الفريق فيقعوا في اخطاء. بعدين للاسف جوارديولا اعتمد على ترافورد ان هو بيعرف يلعب برجله، هو مش بيعرف يلعب برجله، فللاسف ده ولد اخطاء، هما دوناروما فده ادى الجول دوناروما جاي في سكة المفروض. بنسبة كبيرة. هو إيدرسون خالع، فترافورد المشكلة إن ترافورد كان جاي على أساس إن هو الحارس الأساسي، بس من بعد دوناروما عمل مشاكل مع باريس وبتاع وهيمشي وبتاع، ففكروا إن هم هيجيبوا دوناروما. توتنهام عاملة سيزون لغاية دلوقتي بداية ولا أروع، كسبة السيتي في تاني جولة، كسبة جوارديولا في تاني جولة، فلا ده إنجاز كبير. وبعدين توتنهام كانت بتلعب حلو قوي، خصوصا ان هم يعني حطوا الخطة وعرفوا يعملوها وكسبوا بيها، ان هم عملوا كل حاجة المفروض تتعمل يعني. السيتي عندها لسه برضه مشكلة في الخروج بالكورة، المشكلة دي لسه برضه موجودة، كل ما تخرج بالكورة تتقطع تدخل جون يا إما تطلع بره. يعني مفيش غير مثلا كورتين جات لي مرموش ضيع كورة مش عارف طلعت ازاي، بس هي شفتها صح. انا لا استغربت الصراحة ضاعت ازاي، ما بس يجيبش أنا في الفرانكفورت. بس هالاند برضه لسه ما فيش حد عارف يجيب له جول يعني. ده اصلا مستغرب ان هالاند بقى بينزل نص الملعب بيستلم وبيعدي وبيراوغ، ودي حاجة أنا مش فاهمها هو يعني. بالظبط. هالاند بيعرف يعمل كل ده، فلا هالاند بيحاول يصنع لنفسه، بس مفيش حد. غياب دي بروين برضه مؤثر شوية، مفيش حد عارف يعوضه. غير رودري. ورودري برضه ده نيكو ويليامز ده ولا اسمه ايه؟ كان نيكو ويليامز الموسم مش فاكر جو حد برضه. نيكو جونزاليس. نيكو جونزاليس برضه لا، ده مش عارف يعوض دول خالص، ولا عارف ده يعني رجله اليمين حتى مش عارف يعوضها. فالسيتي لسه برضه مش أحسن حاجة، وحاسس إن خلاص حقبة جوارديولا يعني الفكر بتاعه خلاص انتهى نوعا ما، وده تقريبا آخر سنة جوارديولا ليه في الكورة عامة. مش هصبر عليه ممكن يعني، لو صبر عليه موسم كمان. أنا سمعت في تصحيح في أول موسم ليه إن هو ده آخر موسم ليه، وهيريح بقى شوية سنة سنتين كده ممكن يرجع خالص يعني. إيه؟ هيعمل زي كلوب؟ بس ممكن يرجع بعد سنة ولا حاجة، ولا هيريح سنة. وده محتاج ان هو الفكر بتاعه خلاص اتهرس، فمش حاسس ان هو ممكن يقدم حاجه جديده، الا بقى الله اعلم بقى ممكن يعمل كام باك حاجه، بس ما اعتقدش صعب بصراحه. طب انا عندي سؤال بقى بخصوص طلع كلام كتير جدا ان مرموش مش احسن حاجه، مرموش يعني مش في الفورمه بتاعت فرانكفورت، فانت ايه رايك في الحوار؟ لا ما لسه يعني مش عارف، مرموش لاعب كويس جدا جدا وهيفيدك في اي فرقه، بس هو مش عارف، هو تقريبا حاسه هو اللي بيلعب لوحده في السيتي في اي كوره. يعني طبيعي الكور دي لو توزعت لجميع المهاجمين اللي عند السيتي ممكن كوره واحده تخش، لكن لو على لاعب مثلا 3 كور 4 كور على لاعب واحد فطبيعي ان هيضيع منهم. هي ممكن حاجه غريبه ان هو ضيعهم كلهم، دي حاجه برضه غريبه، بس لسه يعني. انا بالنسبه لي مرموش كان جه في نص السيزون اللي فات، كان عامل سيزون اول مع فرانكفورت تحفه، وسيزون تاني مع نص السيزون التاني مع السيتي كان ممتاز جدا، حتى اخد هدف الموسم ساعتها. بس الفكره ان السيتي نفسها يعني السيتي مش كويسه بالظبط، يعني الفرقه كلها مش كويسه، فانت بتيجي تلومش مرموش. حتى هالاند مش في فورمته، ما حدش يعني اعتقد لو جماهير السيتي لو حد او ده ازاي مفيش لعيب بيقدم الجماهير مستنيه، مش مرموش بس يعني، كله بيدفع اخطاء، كله فودن ميت، فودن بعد الجون التاني قاعد يضحك.
ما عرفش يبيع القضية انت ولا. بتعمل ايه يعني؟ بس وان اصلا ان اللعيبه من برشلونه مش كلهم مغربيين اصلا. فلا السيتي مش هتبقى السيتي تاني الا بعد فتره. خلاص هو يعني محتاجين السيتي تغيير. لسه فاضل لها، لسه السيتي بداية الدوري تقدر تصلح الأخطاء. بس ما اعتقدش. هي كسبة ماتش وخسرانة ماتش، فده مش حاجة سيئة قوي، بس مش ده اللي احنا اتعودنا على السيتي. بالظبط. توتنهام عاملة بداية موسم نار قوي، ف بس مستنيين من توتنهام الأكتر. بس كده. ده الخلاصة من الماتش. بورنموث وولفز بورنموث وولفز خلاص كام ده؟ 1-0. 1-0 لبورنموث. منطقي هو توقع منطقي إن وولفز تعبانة جدا، وولفز ووست هام انا معاك جدا في و... الموضوع ده. واسمه ايه دول، برايتون وبرينفورد. وست هام كل دول لا ما عادش فيه هبوط في مستوى جامد. صح. ما اعرفش، بس الوحيده اللي يعني بتحاول تنجي نفسها من الغرق يا بونموس، يعني بتحاول بعد خساره وبرينفورد. نجومها في السمير مثلا مسميني بس هو اللي موجود فوق، يعني هو تقريبا ما اعرفش مين جاب جول بصراحه. اوتارو باين اوتارو. او طارو ف اوتارو ده ابو اوتارو. مم. فبس يعني الماتش ما فيهوش حاجه تتكلم فيها قوي يعني بس الصراحه. هي بورنموث هي الفرقة اللي ماسكة تحقق وتمسك نفسها يعني. المدرب بتاعهم مش أوحش حاجة. يعني مع إن الفرقة تعتبر اتفضت. حسب بس بيحاولوا. وولفز اتفضت خالص. لا وولفز ما كانش عندهم غير كونيا وآيت نوري الاتنين اتاخدوا على مانشستر. بس مين تاني؟ عندنا ايه تاني؟ برينفورد واستون فيلا. أستون فيلا. برينفورد برضه استغربت جدا ان هم كسبوا الماتش ده 1-0 واستون فيلا برضه مش عارف، في مستغرب. داون جريد، نزول خالص في المستوى استون فيلا. ما انا متوقع كده، مش متفهمش ايه اللي حصل، بس انا استون فيلا مش عارف، مش حاسسها تعمل حاجه الموسم ده قوي، لان انا مش بجد مش عارف فين اختلف من الموسم اللي فات تقريبا ما بقاش حد. ما بالظبط، وبعدين هم جايبين صفقات برضه. بس الفكره انه مش تفهمش ايه اللي حصل. بس وناي ايمري مش عارف، حاسه بيبقى مدرب. عارف لو بيجي مدرب فتره قصيره بعد كده فاهم بالنقطة. ما ده يونايتد بالظبط. فأنا بحس إن إيمري كده مش بتاع مشروع وأنت تقعد تبني عليه وكده، فحاسس لأ. أستون فيلا مش عايز أبقى قاسي يعني وأقول إنها هتفنش في نص كده، بس ممكن بقى تتصرف في الحاجات اللي هي الكونفرنس ليج. يعني مشاركة في إيه الموسم ده أصلا؟ اوروبا تقريبا، مش عارف. اوروبا او كونفرنس، أوروبا أو أوروبا مش عارف. معاش. حاسس ان في حاجة غلط. وبرنتفورد برضه من الفرق اللي بتحاول تمسك. غالبا يونايتد هيتفوز غالبا، الله اعلم. برنتفورد من الفرق اللي بتحاول تمسك نفسها يعني. اللي هو يعني مش عايزين نغرقوا. انا بالنسبه لي استون فيلا لا، مش هتعمل اللي عملته في الكام سنه اللي فاتت خالص يعني. برنتفورد وبورنموث هما من الفرقتين من الفرق اللي هي كانت عامله مفاجآت الموسم اللي فات. هما بس اللي هيفضلوا يحاولوا يحافظوا، غير كده لا ما اعتقدش. بيرنلي وساندرلاند، انا استغربت الماتش ده. انا متوقع ساندرلاند كانت هتعمل حاجه. بيرنلي كانت عامله ماتش حلو جدا، مع ان بيرني مش اساسها. ساندرلاند معرفش كان في، معرفش هل عشان بالارد اتصاب فكان حصل هزة في الدفاع أدت إن هما في ثغرات في الدفاع، فإن بيرلي يجيب منها أجوان معرفش. مشكلة ساندرلاند برضه إن هما لسه فريق بيتكون، لسه فريق صغير نوعا ما. هو صغير فهو لسه برضه بيحاول يعني يبقى كويس وسط إن هو عنده فرصة، إن برينفورد بورنموث وست هام كل دول اللي إحنا قلناهم بيقعوا نوعا ما، فهو كان عنده فرصة إنه يطلع عليهم. فاستغربت بصراحة إنه يقع في ماتش زي ده قدام بيرلي برضه مش أقوى حاجة قده مثلا، فلا يعني استغربت. أنا بالنسبة لي مش عارف، أنا برضه استغربت. هو ساندرلاند هتعمل حاجة يعني، بس ساندرلاند كسبت وست هام أول جولة،
زي ما قلت وست هام مش من كويسة إن أنت تقيس عليها حاجة، بس لا ساندرلاند كانت مبشرة المفروض يعني. بيرني ما أعتقدش يعني، مش عارف، حاسس إنها ماتش كده جماعة، مش عارف، مش حاسس إنها فرقة ممكن تقلب بعد كده يعني. بس هي يعني ساندرلاند ممكن زي ما انت قلت بالر هو اللي أثر، بس لا ساندرلاند هتكمل يعني، مش هتبقى مش بسهولة بيرجعوا تاني إن شاء الله. إن شاء الله. أرسنال وليدز أرسنال بيتزاق. ماتش كان حلو جدا من أرسنال. أيوة أنا لعب حلو. أول ماتش في سيزون إيميريتس، فأنت أول ماتش في سيزون إيميريتس، فأنت لا طبعا لازم تعمل كده. جوكريس أنا انبسطت إن جوكريس دخل وسط المجموعة، جاب جونين. جاب جون وبلانتي. الجون بتاعه حلو على فكرة، مش أي حد يجيبه، حطها في الضيقة كده، خطفها. لسه لما ايزي كمان يجي الدنيا هتفرق يعني. انا غالبا ساكا مش، انا اول سيزون هقولها، انت من غير ساكا ممكن تلعب عادي بجد يعني. ساكا مش هيأثر تأثير فظيع عادي، ممكن ايزي هيسد مكانه. جبنا مدويكي الناحية التانية مكان مارتينيلي، فانت ده شيء بعدين مدويكي بيلعب برضه مهاجم ساكا برضه. بالظبط، وايزي برضه بيلعب في الناحيتين، فانت معاك دلوقتي هجومي من بجد. ولسه لما ساكا يرجع من الإصابة إن شاء الله يبقى ساكا وإيزي وجوكريس قدام، فأنت ده شيء بجد رائع جدا. كده أنا شايف إن الأرسنال بالنسبة يعني أنا بالنسبة لي هتاخد الدوري زي ما توقعت الحلقة اللي فاتت. أنا خطط، بس أنا مش عارف، طبعا أقوى دفاع، حارس جامد جدا. أنا حاسس إن أكتر موسم متكامل فيه الأرسنال هو الموسم ده، خصوصا لو المدافع بتاع باير ليفركوزن ده جه خلاص، ما اعتقدش هم محتاجين حاجة تاني. بالظبط، وسط متكامل، هجوم متكامل، خط دفاع متكامل، حراسة متكاملة. بعدين في مواهب شابة طلعت، نويري، سكيلي الواد الجديد ده اللي هو عنده 15 سنة، نوتجارد حاجة زي كده. مين؟ اللي هو 15 سنة؟ لا مش عارف، مش فاكر. اللي هو الواد اللي نزل يا ابني عمل ضربة جزاء، هو اللي جاب منها جيكيريس. مش فاكر، ما علينا. بس انت حتى من غير صفقات انت خط دفاع احسن، انا بالنسبه لي احسن خط دفاع في اوروبا. الحارس مش احسن حارس بس جامد جدا. خط النص زوباميندي حلو. مين تاني خط النص؟ عندك اللي هو لسه جاي من برينفورد تقريبا، اللي هو نوتجارد. نوتجارد ده ماشي. اوديجارد ماشي بيحاول برضه. انت لو عايز تزود حد تزود خط النص، انما هجوم دفاع تحفه جدا. هو المفروض هو المدافع اللي هو جاي من باير ليفركوزن ده بنسبة كبيرة جاي. هو بيلعب تقريبا جوكر، بيلعب باك شمال، بيلعب باك يمين، بيلعب بيلعب باك، ساعات بيلعب مادفيلدر. فلا انت الدنيا هتظبط مع ارسنال ممكن يعني. السيزون ده او السيزون الجاي بكتير هتلاقيهم واخدين الدوري او عاملين اي حاجه يعني. بس انا اعتقد ان هم هيكسبوا الدوري بالنسبة يعني ده اللي انا قلته ده اعتقد ده اللي هيحصل، بس انا هظل عند رايي توتنهام. انا مستني الماتش بتاع ارسنال توتنهام ده عشان هيبقى ماتش عالمي. انا وانا حاسس ان توتنهام لو لعبت ليفربول هتكسب. ليفربول لا لما نيجي ليفربول كمل. لما نيجي ليفربول لسه في كلام كتير جدا لليفربول في اخر ماتش في الجوله. ماتش كريستال بالاس نوتنجهام. الماتش ده اكتر ماتش، مش عارف، انا اكتر ماتش وحش يعني اتضايقت منه في الجوله كلها يعني. بس يعني كنت متوقع الماتش يخلص 0-0، الاثنين هجوم مش احسن حاجه. هنا ايزي ماشي، هنا عمي وود طبعا يعني، وود كده عم اي حد بس انت هجومك مش برضه في نوتنجهام مش احسن حاجه في الدنيا. مقابل ان دفاعك مش وحش. انت جوهي لسه ما مشاش، بس غالبا هيروح الليفر، بس لسه. فانت 1-1 دي نتيجه. انا شايف صراحه ان صفقه جوي دي احسن من صفقه ايزاك حاليا. بالظبط. لما نيجي ليفربول الصراحه واخده كل السيت يعني. لا ما تخافش. بس انا في وجهه نظري نوتنجهام وكريستال متكافئين نوعا ما يعني. انا بالنسبه لي ولا اني اميل لكريستال نوعا ما اكتر. بس نوتنجهام ده خبره
حاسس سانتوس خبرة جدا في الدوري الإنجليزي كمان. معظم اللعيبة مدرسين الدوري الإنجليزي، عكس كريستال بالاس اللي لسه بيعمل حاجة آخر السنة اللي فاتت بس مش أكتر. فأنا بالنسبة لي الفرقتين مختلفين جدا يعني. الفرق عن ماتش يعني اللي يفرق فرقة عن فرقة الخبرة، وده اللي عند نوتنجهام. بس كريستال بالاس جاي في السكة. بس حاليا نوتنجهام كانت ممكن تكسب. الماتش كان يخلص 0-0 1-0 نوتنجهام، بس بعد بياخد شوية. ما حاسس مفيش كلام ممكن اقوله عن اللي هو قاله. نوتنجهام فورست عادي، يعني مش هتعمل حاجة برضه قوية. حتى من الناس اللي عملت السنة اللي فاتت يمكن أقل برضه. كريستال بالاس حاسس إن لأ، يعني تبقى فرقة رخمة السيزون ده. خصوصا إن هي تقريبا تاني ماتش على التوالي تتعادل فيه. أول ماتش 0-0 مع تشيلسي. فحاسس إن هي هتبقى فرقة رخمة، لكن هي فرقة حلوة لأنها يعني مش عارف الماتش ده تقريبا من إيزي ملعبش. إيزي لما ملعبش، فهو إن هما يعملوا نتيجة إيجابية نوعا ما، تعادل مع نوتنجهام فورست كان عامل أول ماتش حلو. فلا يعني كريستال بس هتعمل سيزون حلو. كان نفسي يبقى آخر ماتش إيزي قدام أرسنال وفي الآخر يلعب تيشيرت بجد. نفسي الحاجة حوار يحصل. شايف حصل قبل كده ولا يعني لو حد يعرف يقول لنا. بعد كده ايفرتون وبرايتون، الماتش ده برضو بالنسبه لي الماتش ده كان حلو قوي. ايفرتون لعب حلو قوي. بس المفاجاه انا كنت متوقع برايتون. لا انا كنت متوقع ايفرتون، لان ايفرتون الماتش اللي فات كانت عامله اداء كويس، بس سوء الحظ ماركو مش احسن حاجه. جريليتش انا متوقع انه يعمل حاجه، لان هو جريليتش مش لعيب نمطي اللي انت تقول له اعمل كذا وما ترقصش وما تعملش حاجه. فهو لا، جريليتش لازم يبقى هو جريليتش ده عمره بيفكرني اسمه ايه اللي كان في ريتشموند في تيد لاسو. كان اسمه ايه مش فاكر. هو شبهه قوي. ايوه شبهه، وكان نفس الستايل كده. فالمهم جريليتش لا محتاجه تديله حريه وهو يلعب براحته. مش هتلاقيه اللي هو ايه يعني. حتى جريليتش كان عليه ميم اللي هو ايه على طول الاول يخش يجري على الوينج وبعدين يرجع يباصي رودري. ايوه هو ما عملش كده. الباصه الوحيده اللي بصاها له جابها جول، لان هي فعلا كانت لازم يباصيله عشان يجيبها. فجريليتش تقريبا عامل اسيستين. ايوه كده. فلا يعني هو جريليتش هيعمل سيزون حلو جدا. يا رب. ولو رجع السيتي برضه مش هيقدم حاجه كويسه كالعاده، لان طول ما جوارديولا موجود جريليتش مش هيعرف يقدم حاجه. حتى دوكو الناس بتتريق عليه. انا عارف ان دوكو ده لو طلع برضه بره السيتي هيقدم حاجه، لان هو مش عارف يعمل حاجه. هو جوارديولا بيحتاج حد يعني يطبق اللي هو بيقول عليه، مش بيدي يعني مش عارف. حاسس ان ميسي لو كان بيلعب مع جوارديولا في السيتي ما اعرفش. لا جوارديولا اكتر لاعب سابه يعيش في بيته ميسي. طبعا يعني هو جوارديولا كان تحسه بيحب ميسي بشكل خاص، يعني كلنا بنحب ميسي بشكل خاص طبعا. بس جوارديولا حتى في تصريحاته وكده هتلاقي اللعيبه بتقول لك ان هو لو انت طالما مش ميسي بيقول لهم لو انت مش ميسي يبقى اسمع الكلام. هو دايما عنده الحته دي قوي، لازم تسمع الكلام. ماتش مانشستر يونايتد تكسب. انا مش عارف بجد محتاجه ايه عشان تبقى فرقه يعني بجد. انا نفسي مش فاهم ان انت محتاج ايه يعني. عندهم مدرب بجد يعني امورين يعني اللي هو احسن يعني من احسن المدربين جابوهم اخر فتره. على حد عنده فكر. الصفات مش وحشه. بس ناقصلك زي ما قلت محتاج تغير نانا. محتاج لك حارس يعني وحد ارتكاز. بس ما تفهمش فين المشكله برضه. انت شفت الماتش امبارح؟ احنا هنصور صح عشان برضه تبقى فاهمين. احنا هنصور الخميس. فامبارح كان اليونايتد ومش فاكر الفرقه اسمها ايه في الكاس، خسروا بامتياز. شفت الماتش ما تقولش بس اليونايتد بجد انا مش فاهم ايه اللي محتاجاه علشان تبقى تعرف تلعب بجد. اليونايتد غريبه جدا بالنسبه لي.
بيبقى عندهم كل حاجة بس برضه ما بيعرفوش ما انكرش ان بدأت تبقى فرقة السيزون ده، وان في كورة بتتلعب وان في فكر، بس مش عارف برضه تحس ان في حاجة ناقصة، في حاجة صغيرة خالص بتكمل الصورة كلها. بس انا بالنسبة لي يونايتد برضه لسه حرام عليها انها تحتل السيزون ألطف من الموسم اللي فات. ماتش يونايتد وفولهام انا كنت مستني يونايتد تكسب. انا اتفرجت على الماتش. يونايتد كانت بتلعب حلو قوي، معرفش كان في زياده هجوميه حلوه، ضغط هجومي حلو، كل حاجه حلوه لغايه ضربه الجزاء بتاعت برونو. اللي انا شايف برونو معرفش في تذبذب في مستوى بشع، معرفش هو مبقاش هجومي زي الاول كمان بقى. يعني نوعا ما هو بقى بيعرف يدافع اكتر ما بيعرف يهاجم نوعا ما، معرفش في ايه، بقى بيعرف هو يطلع بالكوره معرفش يكمل بيها. مش عارف هل بقى بيلعب 6 ولا 8، ما اعرفش 10 دي بقت صعبة بس عليه. هو غالبا في وسط مدعكة الهجوم دي اكيد هو هيرجع شوية. ما هيرجع ورا لان كونيا لا حلو جدا. امبيمو حلو جدا، معرفش انا عارف امبيمو حلو، وللاسف في سوء حظ مع اليونايتد بشع. روبن اموريم، انا المدرب ده احسن مدرب دخل لمانشستر يونايتد من ساعه ما السير اليكس دخل، معلش حتى بجوزيه مورينيو ممكن مع جوزيه مورينيو. بس روبن اموريم عنده فكر، واكتر واحد عنده فكر وتكتيك وبيحاول يعمل حاجه، بس ما اعرفش في لحنه بقى ولا ايه، مش عارف. الماتش فولهام ده يونايتد كانت بتلعب حلو قوي، فولهام برضو كانت بعد ضربه الجزاء بدات تجز شويه وتلعب احسن. بس يونايتد سجلوا الهدف الاول، بعد كده فولهام جابت الاول برضو. الموضوع نام شويه، الماتش نام، ما اعرفش يونايتد ما حاولش تعمل اي فرص، ما اعرفش. بس انا شايف ان يونايتد لو كسبت في اول هتكسب، لو كسبت الماتش الجاي تعمل ستريك حلو، ده اللي انا حاسه. هي مستنيها بس ماتش كده هنقول في التوقعات بس. تقريبا هتلعب شوف ايفرتون، مش عارف حد مش جامد عن بيرني باين. عامة نبقى نشوف في التوقعات. هيلعبوا بيرني. هي الماتش على الورق ممكن تكسبوا. انا متوقع ان هم لو كسبوا اول ماتش ده هم بس محتاجين حاجات وهم تلعب بالظبط. بس ماتش يبقى ليفربول وين بس ده اخر ماتش في الجولة. انا بجد بالنسبة لي ليفربول كهجوم انت مش محتاج، يعني انا مش عارف هم ليه لسه برضه هيموتوا على ايزاك. كيتيكي مش عارف حاسس كيتيكي معوض غياب المهاجم اللي كان يونس عامله ده. بس لا يعني انا كيتيكي ما يتقعدش دكه، حتى لو هتلعب ب2 مهاجمين فانت لا برضه هتريح حد من النص. فلا ايه تاني بالنسبه لي هافرتس واندو محتاجين يريحوا. يعني انت تبدا بالسوبوسلاي كصانع العاب احسن من فيرتس حاليا. فيرتس لسه عايز يتشد شويه. ديفن ويخش عمل فورمة نوعا ما، وماكاليستر كده لازم يلعب برضه. بس انت قال لك بيولد مش هو اللي بيولد عنده ولادة، ف عشان كده معرفش الماتش يعني. فريمبونج لسه لما يرجع من الإصابة. كوناتي مش عارف، حاسه بيستعبط، مش كوناتي المتعارف عليه. كيركز شمال برضه مش احسن حاجه، مش عارف، حاسه مش يعني في نفس مستوى البرسون، مش حاسس ان في فرق قوي يعني. اليسون برضه مش في مستواه. الليفر ما اعرفش، بس الليفر من السيزون اللي فات انا حاسس ليتل مش المدرب العبقري الفذ اللي جاب الدوري بعد غياب سنين. حاسس هو مدرب كويس كل حاجه، بس جاي ماشيه معايا نوعا ما يعني. معايا ولا ايه؟ يعني سلوت باب. انت توتنهام نيوكاسل ب10 فرق لحد الدقيقه 99 ب10 لعيبه بس، في الشوط الثاني نازلين واكلينهم. بورنموث من غير حد يعتبر لسه منير برضه لحد الدقيقه 80 85 كانوا في الجوله الاولى واكلينهم برضه في الشوط الثاني. فانت ليفربول عندها مشكله، دفاعهم محتاج قلب دفاع، باك شمال
وخطوط النص زي ما قلت سوبوزلاي وماكاليستر يرجعوا، عشان حرام يقعدوا الفيرتس يعني بجد الفيرتس أنا بالنسبة لي مش أنسب حل دلوقتي، أو مش أنسب حد دلوقتي اللي تلعب بيه. محتاج لسه ممكن تنزله كبديل، أو نوعا ما يعني ما تبداش بيه أساسي، اللي هو لازم يتشد شوية كده. صلاح كده كده يعني أنا بالنسبة لي هجوم حلو، بس أنت محتاج تطور الدفاع عندك، عشان فريمبونج يعني انت متعرض لأي وقت في إن يحصل لك إصابة زي في إصابة فريمبونج، فأنت مش هتلعب سوبوزلاي ورا تاني. سوبوزلاي ماشي، مش وحش، مش بشع يعني، بس مش حتته زي كده في الأهلي بيرجعوا لك الكور، فده مش حتتك يعني. أنا بالنسبة لي الليفر مش هتعمل اللي عملته الموسم اللي فات، خصوصا إن في فرق بترجع، أرسنال بترجع، توتنهام بترجع، يونايتد نوعا ما بترجع، فأنت الليفر والسيتي لا، السيزون ده مش بره الترتيب نوعا ما يعني. حتى في الأبطال ما أعتقدش إن هم هيبقى نفس الأول، لأن زي ما قلت أنا الليفر بالنسبة لي ماشية معانا نوعا ما بعد السنة اللي فاتت، ما عندهمش غير صلاح هو اللي متألق، التكتيكي نوعا ما الموسم ده باين، زي ما قلت ماكاليستر سكوزاي يرجعوا، فان دايك كده كده وحش ورا، بس فأنت عندك دول الركائز الأساسية عندك. غير كده فأنت لا، محتاج تدعم جدا، أولهم إن أنت سلوت محتاج يتغير فيه حاجة، عشان حلاوة الموسم اللي فات دي مش هتستمر يعني. انت السيزون اللي فات مكانش عندك منافس يعتبر، كله كان واقع بلا استثناء يعني، بجد بلا استثناء كله بيخسر نقط وكله بيقع. اللي حصل كانوا حاسمين الدوري ب 80 نقطة باين، كلوب كان بيجيب 99 نقطة وما بيحسبوش، فانت لا، في حاجة غلط. ايه بقى ازاي سلوت يمشي سلوت يمشيش، لسه برضه مش عايز اكسر عليه في الحكم، بس لحد اخر الموسم نستنى عليه. بس غالبا لو كده فالسيزون ده او اللي جاي فانت تسمع ان سلوت ماشي، وهيجيبوا حد من المدربين اللي طالعين كده قد ايه، وجوهي ممكن لما يجي يحل مشكلة نوعا ما، بس انا بالنسبة لي سلوت محتاج يعمل حاجة. أنا شايف إن ليفربول عندها مشكلة دفاعية لغاية دلوقتي مش عارفين يحلها، خصوصا إن كوناتي مش عارف بيلعبوا عليه أكتر من فان دايك كان عامل ماتش حلو المرة اللي فاتت. أليسون برضه كان بيصد كور كتير قوي، وكان بالنسبة لي كان عامل ماتش نسبيا حلو. مقبول يعني. أكتر اتنين بيتلعب عليه هو كيركيز وكوناتي، مع إن وده اللي عليه التركيز. كيركيز لسه عنده مشكلة برضه، مش عارف هل ده انسجام ولا تأقلم ولا مش عارف ايه، معرفش ولا دي مشكلة في اللعب، معرفش. لكن ده شايفه إن ليفربول هجوميا هم كويسين، كتيجي يعني ما اعتقدش ان هم محتاجين ايزاك، ما اعرفش، ما احس برضه ليفربول في حته الضغط على ايزاك قل شويه بعد ما كتيكي مفير. هم بوظوا مسيرة إيزاكو. بالظبط. كتيكي لا عامل بينزل ويحضر ويباصي ويجيب جول بالظبط، فهو لا يعني هو عامل كل حاجه. صلاح برضو بقى حلو برضو، معلوش كلام. عندي بس تبديله ما بحبهاش شويه عند سلوت، اللي هي خروج كتيكي وسوبوزلاي يبقى مهاجم، انا ما بحبهاش. سوبوزلاي ما بيعرفش يلعب مهاجم، ايوه صح طبيعي. بس فانت انا عارف ان انت عندك عجز في الهجوم، شوف يعني طلع اي حد ماشي، اي حد بس مش سوبوزلاي. بالظبط، كيزا على الاقل ينزل يا عم يلعب يبقى احسن. ريو برضه الواد ده هيبقى حلو. فحتى هو لما نزل عندك حل، هو الواد برضه كان الواد ذكي، لقى ان الحته دي فاضيه، مسافه فاضيه، قام دخل فيها. سوبوزلاي قرا الموضوع ده كويس، فتح له السكه، رجع حطها بفينيش ولا اروع. فليفربول مشكلتها الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. دفاعهم معرفش وحش قوي، معرفش ده سبب ايه. جرامنبرخ كويس نوعا ما، بس برضه مش لسه صلابية الدفاع عنده مش احسن حاجة، مش زي الموسم اللي فات. هجوميا هو فعال جدا. فيرتز طريقة لعب سلوت مش عارف يوفر له الريحية بتاعت فيرتز، يعني فيرتز بيحب يبقى عنده مساحة
على الوينج الشمال مش على الوينج اليمين، عشان دي عدلته، فهو بيحب يميل ناحية الشمال، بيعرف يتحرك، بيعرف يعمل أي حاجة. للأسف سلوت مش عارف يوصله ده. سلوت عايز يبقى 10 ما يتحركش في حتة، 10 يباصي هنا مش عارف ايه، بس ما يميلش، لأن هو لو مال ما هتبقى الدنيا فاضية. هتبوظ كلها، هتتربك، كل بالظبط. ده هيخش هنا كده، هيبقى في عشوائية في المراكز. فبس ماكاليستر برضه أنا شايف إن هو المفروض يلعب يا اما مع فيرتس يا اما بدل فيرتس، لان فيرتس لسه محتاج يشوف التوليفه مع سلوت، صح. يظبطوا نوعا ما، هما بعض يتفاهموا هما المفروض يعملوا ايه، ده دوره كذا ده كده. وماكاليستر هيبقى افيد حاليا من فيرتس. برادلي برضه عمل ماتش كويس عادي جدا، ما فيهوش اي اخطاء. مش شايف ان المركز ده محتاج حاجه يعني. بس ده نيوكاسل عملت ماتش حلو جدا، حتى بعد الطرد كانوا ضاغطين جدا. اكتر واحد بس عليه لوم شويه هو بالنسبه لي كان نيك بوب ما اعرفش مش اي كوره من الاجوان تقريبا اتحرك عليهم، ما اعرفش في ايه، مش عارف. هو اخر جول طبعا ده كان ما كانش غلطته، بس مش عارف برضه في مشكله. الدفاع برضه ناحيه اليمين في مشكله عند نيوكاسل، كان في سرحان نوعا ما في اول الماتش مع نيوكاسل، وده اللي خلى ليفربول تستغل الموضوع ده، خطفهم بجول في الجولين. وفي برضه تونالي ما كانش مركز خالص الماتش ده نوعا ما، بس فاق الماتش الشوط التاني. فبس ده الكلام اللي اقدر بس ده كان الكلام على الدوري الانجليزي. طيب كده خلصنا الدوري الانجليزي، نشوفكم بقى في باقي الحلقات. وبرضه قولوا لنا لو في مشاكل زي ما متعودين يعني. لو حبيتوا النظام ده ولا نرجع تاني للحلقات طويلة. بس أنا في رأيي إن احنا يعني بعد ما عملنا الفوت على الانستا إن لا إن معظم الناس اختارت تبقى حلقات قصيرة، يا رب تعجبكم يعني الموضوع ده. بس شكرا كمان مرة ليكم، وشكرا على وقتكم. إن شاء الله أشوفكم في الحلقة التانية.